السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديربي جدة، الاتحاد والأهلي، لقاء ولا أي لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، خاصة وأننا نبحث عن تعويض التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية، وحتى هم تعادلوا على أرضهم مع اتفاق الدمام بدون أهداف، وبالتالي كلا الفريقين يسعيان لتحقيق النقاط الثلاث. إن شاء الله بإذن الله أنه نقاط المباراة تكون من نصيبنا إن شاء الله بإذن الله. وبإذن الله نادي الاتحاد قادر على تحقيق النقاط الثلاث مع عودة المصابين ومع اكتمال العناصر ومع القراءة الصحيحة للمدرب ومع التقليل من الأخطاء الحراسة بالنسبة لهذا الحارس البرازيلي. بإذن الله فريق الاتحاد يحقق الانتصار. الأجواء كلها جميلة، الظروف كلها مهيئة، عودة المصابين كانت هي أهم نقطة. لا أعلم إذا كان بنزيما سيشارك كأساسي أو لا، هذا ما سيتبين عليه في مباراة الغد. اليوم هو يوم كبير، يعني يوم الجمعة، يوم دوري الحميضة في بنغازي، ويوم ديربي جدة الاتحاد والأهلي. وإن شاء الله بإذن الله أن نادي الاتحاد يسعد جماهير العريضة في مقر النادي إن شاء الله. ونادي الاتحاد بإذن الله سيعود بالنقاط الثلاث، لأنه يلعب برغبة الفوز ولا شيء غير الفوز. وإن شاء الله بإذن الله أنه أملنا كبير في المحترفين والنجوم الكبيرة في أن تحسم المباراة بإذن الله بكرة، وبإذن الله نفرح بتحقيق النقاط هذه المباراة رغم صعوبة المهمة أمام منافس لن يكون لقمة سائغة، ودائما لا يكون لقمة سائغة في فريق الأهلي، دائما يقدم مباريات قوية أمام الاتحاد بالذات يعني. فإن شاء الله بإذن الله أنه مباراة أول شيء توفي بوعودها، وبإذن الله نطلع منتصرين وفرحانين، وإلى اللقاء.